على كل شاب مكتئب، السلام على كل بنت مش عارف شو عم تعمل بهالحياة بقى، السلام على كل مين قد ما مضايق لجأ للسيجارة، لجأ للميوزك، لجأ للأكل. أنا شخصيا لجأت للشوكولا. إيه بقول لجأت مش عم بلجأ، لأنه بفضله تعالى قدرت أتخطى هذا الشيء. كيف؟ والله بيشهد إنه أنا لا عم بيع دواء للاكتئاب ولا شيء. أشياء نفعت علي وبتمنى تنفع مع الجميع. جملتين: الله أكبر، سمع الله لمن حمده. مألوفين لا؟ تكبيرة الإحرام والجملة يلي بنقولها لما نقوم من الركوع. شوية تفكر فيهم بس خلصوني من الاكتئاب. فأنا اليوم مثل الفيديو الماضي عم شارك معكم خاطرة وعسى تنفعكم مثل ما نفعتني إن شاء الله. الله أكبر. إذا تأملناها، شو يعني الواحد أول ما يبلش يصلي بيقول الله أكبر؟ أخذتها هيك إنه يا رب قبل ما أجي صلي هلا كنت مضايقة، بس أنا هيانة واقفة بين إيديك عم بقول لك الله أكبر، يعني يا ربي أنت أكبر من أي شيء مضايقني، أنت أكبر من أي طلب مش عم يتحقق وقاهرني، أنت أكبر منهم كلهم، وأنت بعظمتك فيك تحقق لي اللي بدي إياه، وأنا واثقة من هالشيء. الله أكبر، الله أكبر من كل شيء بيزعل، من كل شيء معقول واحد يسمر له بدن. هي جمال الله أكبر، قولها من قلبك. سمع الله لمن حمده، لا تلاقي خدها لجنة. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، يعني يا رب انت بتستجيب لدعاء وبتسمع وبتخلص من الهم كل مين عم يحمدك، فربنا لك الحمد. يا رب انا هياني حمدتك فخلصني من اللي انا فيه واستجيب لدعوتي يا رب العالمين. بتنزل تسجد بتقول كل شيء بقلبك، كل شيء بدك اياه بتقوله بالسجود، ان شاء الله باذنه تعالى بيتحقق. مستغرب انه بيتحقق؟ طب خليني اخبرك قصة أنا شخصيا ضايقتني. بتجي رفيقتي بتقلي مارينا زارتني جارتي هداك النهار، عم تقلي دخلك يا جارة أنا ابني بده يفوت على الدرك وأنت بتعرفي وصاية ظبطي لنا إياها. قام قالت لها بدك واسطة بتنفع؟ قلت لها إيه أكيد. قالت لها طيب بس تعالي مثل ما عم قلت لك. قالت لها شو؟ قالت لي فوتي توضي صلي ركعتين طلب حاجة وشوف. أما هديك طلعت فيها إنه عم بعيني حكي يعني إنه بدك تخلصي مني. قديش بضايق إنه صار الإنسان عنده اتكال على المخلوق أكثر ما عنده اتكال على الخالق يلي خلق السماوات والأرض. حيعجز قدام طلبنا؟ أكيد لا. وإذا ما تحقق خلي ثقتك بالله، أحسن نضلنا بالله إنه هذا الشيء خير لنا. فتخيل أنت 5 مرات بالنهار عندك موعد مع فاطر السماوات والأرض لتطلب اللي بدك إياه ليخلصك من الهم اللي أنت فيه. هذا إذا أنت بدك تخلص من الاكتئاب عن طريق التفكر، بس بدك طريقة علمية. كمان الصلاة هي الحل والطريقة العلمية. كيف؟ كلنا نعرف نفتح جوجل وفينا نقرا شو هي فوائد الصلاة ما بتخلص، إن كان من الأعصاب ولا نشاط الدماغ ولا حركة الدم ولا المفاصل. بس نحن هلا بما إنه عم نحكي عن الاكتئاب بدنا نعرف كيف، شو الإثبات العلمي لأنه الصلاة بتريح الواحد من الاكتئاب. اسمع، كلنا بنعرف إنه الدماغ مقسم من كذا جزء. هذا الجزء الإدماني اسمه الناصية، هو الجزء المسؤول عن الشعور وعن الأحاسيس. وكمان بعدين اكتشفوا إنه هذا هو الجزء لما الواحد بده يعمل اختبار كشف الكذب عن طريق الناصية. فهيك نحن خلال النهار عم نراكم طاقات سلبية، ونوصل لآخر النهار مستويين، خلص بحس الواحد حينفجر. بس بالصلاة السجود لازم يكون على مطلق سطح الأرض. سبحان الله جعل إنه كل شيء طبيعي فينا نسجد عليه هو خزان للطاقة الإيجابية. فنحن لما نسجد ويصير في هيدا التلامس بين الناصية وهيدا العنصر الطبيعي، نحن بناخد طاقته الإيجابية وهو بياخد طاقتنا السلبية. على فكرة مش من شروط الصلاة إنه نحن نطول بالسجود. سبحان الله كل ما بنطول بالسجود بنكون نحن عم نساهم بهذا التبادل بالطاقة. بنخلص الواحد من الصلاة بفيق هيك بحس هم وانشال. مش صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ الواحد إذا طول بسجوده وخلص فضى كل الطاقة السلبية اللي عنده، بيقوم إذا كان في شيء معصبه، شيء مضايقه، بده ينتقم من حدا، أي شيء، خلص بطل في طاقة سلبية. شو بدي أعمل؟ يا أما بيسامحه يا أما بيلاقي طريقة سلبية، أو على القليلة بحل المشكلة هو واعي على القليلة. فتخيلوا أمة محمد، أمه بتصلي 5 مرات بالنهار، بتطول بسجودها، بتتفكر بالأشياء اللي عم بتقولها. بتكون أمي بتعرف الاكتئاب؟ هذا شيء بيخجلنا صراحة. إن شاء الله يا رب كلنا نخلص من الاكتئاب. باليابان لما يكون شخص محبط أو مكتئب بينزل بيسجد
لما يكون شخص مضايق بيعبد شجرة، لك عن جد بيعبد شجرة كرمال ياخد منها الطاقة. بتعرفوا من بعد ما الواحد يتأمل بالصلاة بيفهم شو يعني هي الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. بكل بساطة يعني الله منه بحاجة لا لصلاتي ولا لصلاة أي حدا، منه بحاجة لأي حدا يعمل. فإذا طلب منا شيء هو لمصلحتنا ومصلحتنا بالدنيا وبالآخرة يا رب. يعني الصلاة هي أول شيء نسأل عنه يوم القيامة، هو أكتر شيء مريحنا بالدنيا. قديش هذا دليل على رحمة رب العالمين وعلى حكمته. بعد لكم عين تكتئبوا، وهذا دليل كمان على أن الرسول الأكرم لما قال أرحنا بها يا بلال بالفعل كان عم يرتاح. عزيزي المكتئب، بدك تخلص من هذا الاكتئاب، فوت صلي، فوت صلي وتفكر باللي عم تقوله وتذكر انت بين ايدين مين واقف. قل له الله اكبر، قل له سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، وطول بالسجود عشان تفضي كل طاقتك النيجاتيف. وبحب اشكر كل مين دعمني بالفيديو الماضي، يعني الله بيشهد انا ما كنت متوقعه على الدعم، بس الحمد لله والله يا رب يقدرنا جميعا على العمل الصالح. تذكرونا بالدعاء انتوا عم تصلوا. يا